قراءة تحليلية للنصوص الإبداعية ومتابعة للأنشطة الثقافية بالمغرب. حبر وقلم تعده لكم وتقدمه أسمهان عمور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. سعيدة بلقائكم ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حبر وقلم. عسانا أن نوفق في هذه الخدمة الإعلامية التي تهتم بالشأن الثقافي. نتمنى دوما أن نكون صلة وصل بينكم أنتم كمتلقين وبين مثقفين في أرجاء المملكة. نحاول قدر الإمكان أن يصل ميكروفون حبر وقلم إلى كل النقط النائية في بلدنا، وأن نسمع صوت هؤلاء المبدعين في أجناس متعددة إليكم أنتم المهتمون بالشأن الثقافي. مستمعين مستمعاتنا، نتشرف في هذه الليلة بأن نستضيف أحد الوجوه الشاعرة التي ظلت تشتغل في صمت، في خجل، ظلت دائما كما قلنا بهذا الخجل المعهود فيها، بعيدة عن الأضواء، عن الميكروفون وأيضا عن الإعلام. نبيه فريد الشاعر الذي أصدر رحلة الصيف والشتاء، وهي عبارة عن ملحمة شعرية كبيرة جدا أو مشروع خطاب شعري إن صح التعبير كما يقول النقاد. نبيه فريد من مواليد صفرو. مساء الخير. مساء الخير والنور أستاذة، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. سي نبيه فريد هو من مواليد صفرو سنة 62. تشتغل بالسلك التعليم الثانوي، واشتغلت في جيجو اللي هي نواحي بولمان، وبالمناطقنا الصحراوية بالجنوب بتاتا. وكنت رئيس سابق للنادي السينمائي الثقافي وفاعل جمعوي. صدرت لك كما قلنا هي ملحمة شعرية مهمة جدا مقسمة إلى 5 أجزاء بعنوان رحلة الصيف والشتاء سنة 2000. وهو الديوان كما قلنا عبارة عن كتاب شعري متكامل وملحمة شعرية في 5 أجزاء أو 5 مسودات كما يقول النقاد. يشرفنا بأن يكون برفقتنا في هذه الجلسة أيضا الأستاذ مصطفى الزين، هو من مواليد شفشاون. مساء الخير. مساء الخير أستاذ اسمهان، شكرا لكم على هذه الاستضافة في برنامجكم الجميل هذا الذي يحاول أن يلقي الأضواء على بعض المواهب الأدبية والشعرية، خصوصا في بعض المناطق التي تعتبر هامشا. هي ليست مواهب سي مصطفى الزين، نعم، بقدر ما هي محترفة في الشعر. نعم. سمح لي سي مصطفى الزين لأنه يشاركنا أيضا في هذه الأمسية الأستاذ عبد الله العرفاوي اللي هو شاعر وفاعل جمعوي من مدينة أم الزار. التحق بنا من مدينة أم الزار. له ديوان بعنوان غريب جدا، هو ديوان غبي بميزة بليد جدا، وله قيد طبع ديوان بعنوان والشعراء يتبعهم الغاوون. مساء الخير سي العرفاوي. شكرا جزيلا الأخت سمهان على الاستضافة. شكرا مرة أخرى على اهتمامك بالهامش على مستوى الفعل الإبداعي الشعري، واهتمامك أيضا بأسماء لها وزنها وحضورها المتميز على الساحة الثقافية. جزيل الشكر. أهلا وسهلا بالجميع، مع تحيات السي محمد المنصوري في الجهاز التقني. ونحاول دائما كما قلنا أن نقربكم من هذه الأصوات، لأنه السي نبيه فريد شاعر صاحب رحلة الصيف والشتاء، إلا أنه كما جاء في التوطئة الأستاذ مصطفى الزين بأنه هذا شاعر ظل اسمه مغمورا رغم أنه له هذا المشروع الشعري الكبير اللي هو عبارة عن ملحمة ضخمة يعني شعرية لا يمكن إلا أن يعتد بهذه التجربة سي مصطفى الزين. فكيف تم اكتشاف هذا الصوت؟ أستاذ اسمهان، أنا شخصيا رغم أني أعتبر نفسي قارئا نهما ومتابعا حديثا للإصدارات الشعرية وللأجيال المختلفة من الشعراء ومن الكتاب، إلا أنني فوجئت بأني لا أكاد أعرف شيئا عن هذا الشاعر، إلى أن سلمني أحد الأصدقاء ديوانه هذا رحلة الصيف والشتاء قبل أيام، ولقد أرقني وأسهرني لليلة بكاملها وصباحها، فأعددت عنه مقالة هي قيد الإعداد للنشر
بعنوان شاعر يسود كتاب الصمت الأبيض. هي معدة عندي في بضع صفحات، ولكن بطبيعة الحال تراءى لي فيما بعد الكثير من الجوانب الأخرى التي لا بد من أن نلقي عليها بعض الأضواء بالنسبة لهذا الشاعر. لقد كسر أفق انتظار. يعني أنت بالنسبة لي كان صدفة اكتشفت هذا الصوت؟ كان صدفة وكان مفاجأة. ليش المفاجأة؟ عندما تسلمت هذا الديوان. شو اللي فاجأك في هذا الديوان؟ أنا كان لدي أفق انتظار، كنت أعتقد أن هذا الاسم الذي لم يصادفني في أي ملحق أو في أي مجلة ربما كان في إطار هذا الاستسهال للنشر وهذه الفوضى واختلاط الحابل بالنابل في الساحة النقدية. ولكن بعدما تصفحت هذا أنا أسميه كتابا ديوانا أو ديوانا كتابا مشروعا شعريا متكاملا، وجدت أن لهذا الرجل نباهة فريدة جدا في الشعر، وهو واحد من الذين ينضجون أعمالهم في الصمت، وربما هم يتخذون الصمت كاستراتيجية بعد التسويد. المدهش عند هذا الشاعر هو أنه نشر كتابه هذا تحت يمكن أن نقول عنوان أو تحت عناوين مسودات أو مسودات. أنا أسميها مسودات لأنه هو الذي سودها. هي عبارة عن 5 مسودات، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذا الأمر، هذا الكتاب شيء ربما ليس أستاذنا الشاعر مسبوقا إليه إلا بثلة من الأسماء القليلة جدا. في مقدمتهم أبو العلاء المعري في كتابه اللزوميات. عندما نقرأ اللزوميات ننظر إلى ديوان متكامل ليس عبارة عن نصوص متراكمة مجموعة كما يحدث للشعراء، وربما بصيغة كلية. الكتاب المشروع المتكامل الشعري، نعم. المشروع المتكامل الذي ينشر دفعة، لأنه تفرد يعني الذي ينشر دفعة واحدة. ألا يوجد في المغرب مثيلا لنبيه فريد يعني نعم، في هذا المشروع الشعري؟ أنا أعتقد أن على المستوى العربي أولا في العصر الراهن يمكن أن نشير مثلا إلى الكتاب لأدونيس الذي صدر ربما في 3 مجلدات ضخمة معروف جدا. وكذلك يمكن أن نشير مثلا إلى كتاب الحب للشاعر الأستاذ محمد بنيس، ولكن التجربتين، تجربة أدونيس وتجربة بنيس، تختلفان كثيرا عن تجربة شاعرنا النبيه. يا ريت إذا سمحت سي نبيه فريد، لأنه لازم نتحدث يعني نظريا، لكن أيضا نستمع إلى قصيدة من الجزء الأول، لأنه هو عبارة كما قلنا عن مجموعة من القصائد. قصيدة من هذا الجزء، لأنه فعلا كما قلنا في بداية هذه الحلقة بأنه تم اكتشاف شاعر يخرج من الصمت إلى الملأ وإلى العلن، ونكتشف معه مشروعا شعريا ضخما في هذه المسودة أو 5 مسودات كما قال مصطفى الزين والأستاذ عبد الله عرفاوي. لنستمع إلى قصيدة بعنوان أحمل جسدي. أحمل جسدي، أحمل جسدي، يهوي الجسد يسقط، يحاول أن ينهض من زلة السقوط. تعلو دقات الطبول، تعلو، لا أسمع شيئا، لأول مرة أرى الأشياء، طبول مخيفة، مدافع. أطل، يمتد عنقي ليصافح نجمه. أطل، أعلى الشرفة، فرعون والمنجمون يحسبون للميلاد 1000 حساب. أطل، يمتد عنقي، يهوي كوكبي في زريبة نار. أسقط من الأعلى فوق صخرة، ينفلق الرأس صداعا، يتجمد الدم في العروق، تتقاذفني الأمواج. نجوت من الموت بأعجوبة، لا زال لي أن آمل، أحلم، أهدي، أنتظر هنيهة، أنتظر سقوط المطر. ستخمد النيران الحرائق. أجوع، أبحث عن قطرة ماء تشفي الغليل. تتمزق السحابة في الهجير، رائحة الدم تملأ المكان. أهدي، أحلم، آمل، يرتفع الجسد. رغوة البحر تتراجع، تتجمع الأعضاء ثانية، تتجمع عبر مسافات الضوء، تتكون، أتكون نطقا. شكرا، نجوت من الموت صدفة.
أنحت خشبة من زبد البحر ترتفع رغوة كزقزقة عصفور عرير، أسيل في مجرى الماء فوق الصخرة تحت النجمة، عرارة تحرسني، شجرة تضللني، فضاء واسع يمد حلمة لا ملهى. لطوا أدخل المغارة، أخرج أدخل أخرج أدخل، أراها ترقبني من بعيد، أرهف السمع، أتقلص، أتبعض، أتجاهل، أتساقط، أخرج أدخل سهوا أسقط، تقرب تمد الثدي، أرفض أن أمتص رحيق الزهرة، أشم نسمه، يتسلل الغاز إلى صدري، أكتم سري، أتسلل خلسة إلى الربوة أصعد، حاملا وجعي، يفضحني الصمت، دمعة، أسعل، أختنق، أنبح، أتحشرج، أتلعثم، أصرخ 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 أصرخ.